من سنة 2015 وانا وانت عندنا نفس الحلم، بنحلم نشوف المعجزة الألعابية الكتابية دي بتتحول لمسلسل بطولة ناس بنحبها. وفعلا جابوا الممثلين، بس نسيوا حاجة مهمة: القصة. اهلا بيك في اركانوكس، والنهاردة هنتكلم على الغلطات المحورية اللي حصلت في مسلسل ذا ويتشر على نتفليكس. يلا بينا. Witcher's code and all. في روايات ذا ويتشر اللي بتمثل المصدر الاساسي لمعلوماتنا مش مذكور غير مدرستين بس، الذئاب والقط. انا عارف ان هو مش منطقي ان في عالم مرعب الحجم زي ده مفيش الا مدرستين بس للويتشرز، لكن للاسف في الروايات مفيش اي دلاله على وجود اي مدارس ويتشرز تانية. لكن الشيء الوحيد اللي بيشترك فيه كل الويتشرز وكل الناس دي حاجه مهمه بنسمعها كتير بس ما نعرفش ايه هي، اسمها الباث. الطريق او الباث هي كلمه او مصطلح بيستعمله الويتشرز علشان يعبروا عن حياتهم بعد ما بيخرجوا من المدرسة، ده لو عاشوا، لحد مرحلة رجوعهم للمدرسة علشان يقضوا فيها الشتاء القارس. لأن حسب ما جيرالت قال إن الويتشرز ما بيشتغلوش غير في الربيع والخريف والصيف، ومرحلة الرجوع دي من أحلى وأهم لحظات حياتهم، لأن لما بيرجعوا كلهم على مقر المدارس وخصوصا هنا كير مورهن بيتبادلوا كل الأخبار الخاصة بالمدن والملوك، مين اللي بيكرههم، مين اللي معاهم، ومين اللي عايز منهم شغل كتير. مدرسة القط جه ذكرها مرة واحدة بس في الرواية، لكن صفات الويتشرز اللي جايين منها اتذكرت بشكل متناثر أو في حكايات غير موثوقة، وعمرها ما كانت بالخير. لأن جيرالت بيحكي لنا إن أبناء المدرسة دي ما كانش عندهم أدنى مشكلة يرفعوا السيوف ضد البشر أو ياخدوا عقود على حياة شخص بشري، سواء كان في حروب أو عشان يحموهم من ويتشر تاني. آخر مرة بيذكر فيها اسم المدرسة دي بيبقى لما سيري بتشوف السلاسل اللي لابسها ليو بونهارت، وبتلاحظ إن السلاسل دي متعلق في آخر أغلبها ميداليات لويتشرز من مدارس هي مش عارفاها. لأن ليو بونهارت أهم أسطورة عنه وهو بيقولها عن نفسه إنه قدر لوحده يتخلص من 3 ويتشرز من 3 مدارس مختلفة. وبسبب كلامه ده بدأت الأساطير اللي اتبنى عليها المسلسل والألعاب إن في مدارس تانية زي الجريفن والمانتيكور والدب والتعبان والكرين. مدرسة الذئب بقى أو كير مورهن هي البيت الكبير لكل ويتشرز العالم. وعلى الرغم من إن كير مورهن هي دلوقتي أطلال من مجدها القديم، إلا إنها الوحيدة اللي لسه قاعاتها وغرف المعيشة فيها لسه بتقدر تحمي قتلة الوحوش من صقيع الشتاء بنيران ما بتطفيش ومشروبات ممكن تدخل بشري عادي في غيبوبة، لكن بالنسبة للويتشرز مجرد حاجة بتدفيهم. فيزيمير لسه عايش سبحان الله، بيرجع كل شتاء من مهماته الغامضة ويتواصل معاهم، وخصوصا اسكل اللي لا ما تحولش لشجرة وما ماتش، عشان يبدأوا يجهزوا أرجاء المدرسة لاستقبال الكل ما عدا أبناء مدرسة القط، لأنهم ممنوعين تماما من حتى الاقتراب من المدرسة للأسباب اللي لسه قايلينها. سابكاوسكي لما اتسأل قال عن الشخصية دي الآتي: أنا لما كتبتها كان بهدف إنها تكون سبب نمو وتطور شخصية جيرالت، بس حسيت إنها لازم تكون أهم أسباب معاناته، فعملت شخصية تكوينها بيرفض إنها تكون أميرة فانتازية وخلاص. غير كده المسلسل تجاهل تماما بدايات شخصية يانفر الحقيقية. أي نعم هي تعتبر ربع أو تمن جنية، وده سبب تغير لون عينيها للأرجواني كأنها تارجاريان، وجمالها الحقيقي الغريب بعيدا عن التعديلات السحرية. في الروايات فعلا كانت يانفر عندها الانحناء ده في ظهرها وكانت قبيحة وأبوها بيضربها، لكن مسألة إن تسايا دوفريز جت وهي اللي أنقذتها ده كلام فارغ. لما سيري سألت يانفر هي إزاي بدأت تبقى ساحرة، قالت لها كان يوم عادي جدا، جم 4 أفراد من المدرسة مش فاكرة مين، ادوا أمي 4 عملات قليلة القيمة وخدوني ومشي. فلا خدوها علشان سحرها مرعب القوة ولا علشان هي مميزة، مجرد عنصر ينفع لمدرسة أراتوزا واختاروا يجي معاهم. الشيء الوحيد اللي أنقذها لما راحت مدرسة أراتوزا من إن هي تطرد إن تسايا شافتها بتحاول إن هي تتخلص من حياتها، وتسايا أدركت إن ضعفها البشري هيكون قدام هو سبب قوتها. الأهم من كل ده، تعال بقى أحكي لك واحدة واحدة أهم حدث في القصة كلها واللي اتبنى عليه علاقتها التوكسيك بجيرالت، و5 كتب على الأقل بعدها. بعد ما خرجت يانفر من أراتوزا اشتغلت كساحرة تابعة لواحد من سفراء مدينة اسمها نوفيجراد، وفي يوم من الأيام جالها شخص شكله غريب وعينيه شبه عيون القطط، بيطلب منها تساعده في شفاء صديقه اللي كان عرضة لهجوم من جني محبوس. الشخص ده كان جيرالت وصديقه كان دانديلاين.
باختصار شديد اللي حصل ان هما الاتنين كانوا بيتخانقوا، ففجأة لقوا القدر اللي محبوس جواه الجني ده. فكان دانديلاين بما انه طفل متضايق من جيرالت، فقرر ان هو يفتح القفل اللي موجود على القدر، واول ما الجني ظهر بدأ يقول امنيات عبيطة: اتمنى ان اعرف انام النهارده كويس، اتمنى ان جيرالت يطب ساكت، حاجات من دي. ولكن الجني بما انه كيان سحري قوي حس بالاهانه بسبب اللي كان بيقوله، فهاجم دانديلاين. وجيرالت بما انه ملقاش اي حل تاني قرر ان هو يقول تعويذه طرد بلغه الالف كانت علمتها له الساحره زمان، وبالفعل خلى الجن يهرب. ولكن بما انه امر الجن والجن اطاع، بقى هو صاحب الامنيات. وركز معايا قوي في الحته اللي جايه. من اهم الحاجات اللي المسلسل جابها غلط واللعبه جابتها غلط فكره الامنيات دي اللي اتبنى عليها اسم اول كتاب The Last Wish. السحر في عالم ذا ويتشر زيه زي السحر في عالم هاري بوتر، الاتنين فيهم شكل من اشكال السحر القدماء اللي بينطوي على تعويذ غير منطوقه. فاول امنيه من الجن سحبها دانديلاين كانت بهزار، لان هو في امنيه من الامنيات قال انا نفسي اللي بيحكم المدينه دي يتخنق بغباء. وفي مرحله تانية من القصه بنعرف ان الكاونت ده فعلا كان قرب يتخنق، بعد كده فاق تاني. فدي كده اول امنيه. التانية كانت لما جيرالت قرر ان هو يطرد الجني ده والجني اطاع، لان التعويذه اللي قالها معناها حاجه زي غور من هنا، فكده 2. التالتة بقى واللي الكل بيفهمها غلط ظهرت بعد ما ينفر عرفت ان هو سيد الجني، وكانت عايزه تاخد منه القفل اللي كان على القدر بحيث انها تقرا تعويذه الملكيه ويبقى الجني تابع ليها هي. فلما حاربت جيرالت وغلبها مره وغلبته مره وهكذا، بتوضح قدامنا من الروايات اهم نقطه في علاقته بينفر. جيرالت حب ينفر واتعلق بيها قبل الامنيه مش بسببها، كل ده بسبب جمالها الغريب وقدرتها على مواجهته كخصم موازي ليه في القوه ان لم يكن اكتر. ده خلاه يحس انها الجزء الناقص من حياته عشان يحس انه انسان عادي. الويتشرز احيانا بيحسوا لكن بشكل اقل بكتير من اي بشري عادي. المهم لما ينفر اجبرت جيرالت يديلها القفل في مقابل انها تعالج دانديلاين فعلا بعد معارك كتير بينه وبينها، حاولت تسيطر على الجني، بس وقتها ما كانتش بالقوه الكافيه والعلم الكافي انها تسيطر على مخلوق قوته اقدم من اي شيء حي. فلما فشلت في السيطره عليه هجم عليها الجني، وجيرالت لقى نفسه من غير ما يفكر قال اتمنى مصيرها يتربط بمصيري للأبد. وبما ان الجني ما عندوش امر انه يأذي سيده جيرالت، سابها وعاشت وارتبط مصيرهم بالفعل للأبد. فلا، هو ما حبهاش بسبب الأمنيات، مشاعرهم بدأت قبل كل ده، لكن تلاحم مصيرهم وكونهم بيلاقوا بعض دايما ده هو أثر الأمنية. فالمشهد الحزين اللي كلنا بنوصل له في لعبة The Wild Hunt وتلمح له في المسلسل كله غلط. مشكلتي الكبيرة بقى جيرالت الموديل محطم قلوب الساحرات. ده منظره في الكتب في الأساس يخوف الأطفال، غير وسيم، غير جميل، صوته حرفيا موصوف كأنه صوت ضفدعة مخنوقة بتحاول تتكلم. جسمه ووشه عليهم جروح كلها عميقة وقبيحة وقديمة. شعره أبيض بياض اللبن ولكنه بياض مقزز، لأن أهم حاجة الناس ما فهمتهاش من الكتاب إن جيرالت مش بطل ومش وسيم، جيرالت هو ضد كل ده، وهوضح لك ليه دلوقتي. اول حاجه لازم تعرفها ان الويتشرز وجيرالت تحديدا ما بيشيلوش سيفين على ظهرهم. الويتشرز في العاده سيفهم الاساسي اللي على ظهرهم او على فخدهم هو السيف الحديدي، لان قناعتهم الداخليه واللي اتعلموه ان اسوأ وحش واكتر وحش بيهدد حياتهم هو البشر مش الكائنات التانية. تاني حاجه، جيرالت طول القصه بيتكلم مع نفسه كتير جدا، وده سبب وجود ناس زي دانديلاين، شخص عادي جدا بيسمع حكايات بالنسبه لصديقه يوميات ممله، لكن بالنسبه له اسطوره عن شخص مجبر انه يعيش حياه تحت عين القدر بدون اي تحكم منه. فبيكتب دانديلاين كتاب اسمه 50 عام من الشعر، بيضم فيه حكايات جيرالت ومغامراتهم في اغاني بعضها مش مكتمل للاسف، وده اللي ظهر في اول حلقه من الموسم الرابع من المسلسل على نتفليكس. الكتاب اللي كان في ايد البنت ده المفروض ان هو كتاب دانديلاين، ولكن النسخة اللي كانت بتتكلم عنها دي النسخة اللي كانت ظهرت في الألعاب مش في الرواية. تالت حاجة، عيون القطط اللي بتميز جيرالت والويتشرز عموما ليها أسباب عضوية مش مجرد شكل بس. مصادر كتير ومحللين للنص الأصلي باللغة البولندية بيقولوا إن سبب شكلها كده هي قدرة الويتشرز على التحكم شبه الكامل في أجسامهم. كل ما بؤبؤ العين بيتسحب لفوق زي القطط، كل ما الرؤية بتبقى حادة أكتر، وخاصة في الأماكن المظلمة. وفي النهار بيتوسع البؤبؤ أو بيضيق على حسب كمية النور
بحيث ان رؤيتهم تبقى متعادلة طول الوقت، وعشان كده بيقدروا يشوفوا في الظلام زي في النهار. لكن حكاية ان هي لونها اصفر وبتنور دي تقليعة من المسلسل ومن اللعبة. لون عيون الويتشرز ما تذكرش ولا مرة. رابع حاجة، جيرالت شخص وحيد ما بيعرفش يتواصل مع البشر، فلازم دايما يبقى معاه عيلته المختارة. العيلة دي اسمها الهانزا، كلمة بالبولندية معناها The Fellowship. ومع الوقت بيقرر جيرالت زي ما انت شفت جزء منها في المسلسل انه يبني عيلته من ناس مكروهين زيه. معاه هاير فامباير اللي هو ريجس، قناصة او رمية سهام بتحب تجرب في بقية الناس، جندي مشرد اللي هو كهير، قزم بيحب ان هو يتخانق وخلاص اللي هو زولتان، وغيرهم من الناس اللي بتيجي وتروح، لكن جيرالت دايما معتبرهم عيلته ومستقر روحه. وفي فيديوهات جاية ممكن نعرف العيلة دي ازاي انتهت وليه انتهت. دول كانوا اهم مشاكل المسلسل بالنسبة لي، بس لسه في حاجات كتير اكيد محتاج اسمعها منكم. فهنا هيجي دورك يا صديقي على الباث. ايه اللي عجبك في المسلسل؟ ايه اللي ما عجبكش؟ تتوقع في اللعبة اللي جاية الوضع هيبقى عامل ازاي؟ بالمناسبة لو عايزين تعرفوا احداث الرواية اللي بتتكلم عن حياة جيرالت قبل ما يبقى ويتشر، اكتبوا لي في الكومنتات. وزي كل مرة ما تنساش تعمل لايك، شير مع النيردز اللي زي حالاتنا، سبسكرايب علشان تحضر كل رحلاتنا من الاول، وهشوفك في المغامرة الجاية.